في لحظة شفقة أنقذت طفل ما تعرفوش ومشيت. بس اللي ما كانتش تعرفه إن الطفل ده هيظهر تاني بعد سنين، وفي ثانية واحدة هيبقى السبب في إنها تفضل عايشة. أهلا بيك في عالم الحكايات والعبر. في قناة قصص وروايات ميدو هنعيش مع بعض قصص واقعية حصلت بجد، ورواياتها تخليك تحس وتفكر وتتعلم. لو بتحب القصص اللي فيها مشاعر وتشويق وعبرة، يبقى أنت في المكان الصح. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو بتحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلي عليه في التعليقات، وكفاية الصلاة عليه نور وبركة. وما تنساش تعمل لايك وشير لأصحابك علشان يشوفوا القصص الجميلة دي معاك. شكرا ليك، ويلا بينا. في يوم من أيام الشتاء كانت ندى راجعة من شغلها وهي تعبانة ومتضايقة، وفي نص الطريق شافت طفل صغير قاعد على الرصيف، رجله مجروحة وباين عليه جوعان وخايف. الناس ماشية ومحدش بيبصله، لكن ندى وقفت، قربت منه وادت له أكل ومية وربطت له جرح رجله بمنديل من شنطتها. سألته: فين أهلك؟ رد الطفل: مش لاقينهم. ندى بلغت الشرطة وقتها وسابتهم يتصرفوا، لكنها فضلت فاكرة وشه البريء طول عمرها. عدت السنين، ندى كبرت واشتغلت واتجوزت، لكن في يوم وهي سايقة على الطريق السريع حصل لها حادثة. العربية اتقلبت والدنيا سواد والناس بتصور ومحدش بيقرب، لحد ما شاب صغير جري من وسط الزحمة وكسر الزجاج وسحبها من العربية قبل ما تنفجر. الشرطة وصلت والإسعاف جت وندى في غيبوبة، بس فاقت بعد يومين. أول ما فتحت عينيها شافت الشاب واقف جنبها، بصت له وقالت: أنت أنقذتني، أنا مش عارفة أقولك إيه. ابتسم وقال لها: أنا عرفت حضرتك، أنا الطفل اللي ساعدتيني زمان وأنا عمري ما نسيتك. أحياناً لحظة إنسانية بسيطة بتغير حياة إنسان بالكامل، ويمكن ترجع لك في يوم تنقذك زي ما أنقذت غيرك.